المؤطرين ولكل من ساهم في إنجاح هذا العرس التكويني الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت شعار التكوين رافعة أساسية لتجويد العملية التخييمية. تشويقات حارة على هذه الدورة التي تمت بنجاح والحمد لله. كيسحب لنا هذا هو النهار غتطفى فيه الشمعة اللي من ورا حياتنا. ما كيسحب لي هذا هو النهار اللي غيتسد فيه باب الرضا. خويا حياتنا تبدلات وحياتنا سهلات. السلام عليكم، معكم مرام أيد سغوت، اخصائيه طب تكميلي. الصفه ديالي داخل التدريب ديال ولاد دحو، مؤطره مدربه المتدربين الدرجه الاولى. صراحة لي الشرف أنني كنت اليوم هنا كمؤطرة واستفدت وفدت هاد الشباب، هاد الكتلة المتلاحمة، هاد الشباب اللي عنده طاقة إيجابية اللي هما رجال ونساء الغد. وحنا دايما كنهدفوا بهاد التكوين والتداريب رافعة أساسية من أجل تجويد البيئة التخييمية، من أجل المحافظة على الطفل، من أجل اكتساب واحد المعرفة باش نحافظوا على وليداتنا وعلى وليدات دوك الناس. الا كنت غادي المخيم ما غاديش نمشي باطور اللي ما عندهمش كفاءات. هذا التدريب جا من اجل تعزيز وتكوين وتطوير المهارات واكتساب كفاءات جيده من اجل مخيم سليم، نخرجوا بزيرو اكسيدون، نخرجوا باطفال اللي يستافدوا من الترفيه من عده انشطه. ما شاء الله عندنا طاقات شبابيه اللي استافدوا من عروض ديال حقوق الطفل، عروض ديال بزاف ديال الانشطه كانوا منهم تكوين من اجل الانشوده، من اجل اللعبه، من اجل البطاقه الفنيه والتقنيه. وصراحه كان تدريب متميز في هذه الجهه اللي هي جهه سوس ماسه.
كان واحد التلاحم، واحد التضافر رغم اختلاف الثقافات، امازيغيه، صحراويه، داخليه، كل واحد جاي من جهه. كان واحد الترابط، واحد التفاعل اللي عطانا مواد جد جميله متميزه، اللي الحمد لله طلعوا لنا في السهره الختاميه بامتياز. وانا كان لي شرف واتشرف دائما من اجل خدمه الطفوله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حسنت غدا إطار بمديرية الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بجهة سوسماسة، مديرية شتوكا أيت باوين زكان أيت ملول. رئيس التدريب 130 بمركز ولاد دار الطالب ولاد دحو. اليوم نأتي على نشرف على نهاية فعالية التدريب التكوينية الربيعية الخاصة بمتدربين بمنشطين التربويين بمنشط فئة الأطفال بمركز ولاد دحو. صراحة التدريب كانت في المستوى، كانت استفادة على مستوى العروض كذا النظريه وعلى مستوى التطبيقات. كانت تجاوب وتفاعل كبير من قبل المتدربين. الحمد لله كان اقبال وكانت مشاركه، كانت يعني 6 ايام يعني ديال النشاط وديال التفاعل من خلال المضامين ديال والمحتوى ديال التكوين، وكذلك من خلال البرامج والانشطه التطبيقيه اللي كانت بموازاه مع ما هو نظري. فكنتمناو ان شاء الله ان هاد المتدربين يكونوا خداو يعني واحد المجموعه ديال المعلومات، واحد المجموعه ديال المهارات اللي ان شاء الله التنشيطيه والتواصليه اللي غادي تمكنهم ان شاء الله من الاشراف على تاطير المخيمات ديال صيف 2023، وتكون البصمه ديالنا كاطور حاضره بقوه باش ان شاء الله نكونوا كنحققوا جميعا الاهداف اللي كيسعى لها القطاع بشراكه مع الجامعه الوطنيه للتخييم، باش ان شاء الله تكون مخيمات ناجحه، تكون كذلك تكون مستوى ديال التأطير يكون جيد، تكون جودة كذلك في البرامج والأنشطة المقدمة لفائدة الطفولة. تحية لكم وشكرا.